إلى أصحاب نظرية مسرحية بين في الحرب اللي كانت بين إيران وإسرائيل، وحتى الناس اللي قال لك أصحاب نظرية الذكاء الاصطناعي وهذا التخربيق هاد الناس هادو. أول حاجة غادي نقول لكم بأنكم كاع هاد الناس اللي راهم يوجهوا العوام ويقول لك هذه مسرحية، أول حاجة اللي راهم يقولوا مسرحية هم أصلا مقتنعين بأن هذه حرب، ولكن باغيين يقولوا مسرحية لأنما باغيين فقط يؤطرون العوام من أجل خلق تهريج في الساحة بأنها مجرد مسرحية. والناس اللي قال لك إيران ما عندهاش سلاح وإنما هذاك مجرد الذكاء الاصطناعي، هاد الناس هادو بينوا بأنهم العقل نتاعهم معطل وما عندهمش العقل. واش الذكاء الاصطناعي؟ إيران ما عندهاش السلاح، وهذوك الصواريخ اللي كانوا يضرب بها إسرائيل وشنو هي؟ واش هذاك السلاح ولا كانت تضرب باللفت؟ يعني هذه النظرية أصحابها بينوا المساحة نتاع العقل نتاعهم فين يفكر، عطلوا العقول نتاعهم وصبحوا يبلعوا أي شيء، أي نظرية يسمعوها بشي واحد. صبحوا بحال ديك السيارة اللي يسوقها صاحبها في أي اتجاه بغى يقودها. فهاد الناس هادو صراحة بينوا على مدى التفكير نتاعهم. وبالنسبة اللي قال لك هذه المسرحية، نقول لكم هذه المسرحية هذه كيفاش يعني مسرحية؟ واش المسرحية يموتوا فيها القادة؟ كاين اللي قال لك كيفاش أن يعني قطر ودار نسقت مع إيران إلى غير ذلك. هؤلاء الناس إما تلقاه جاهل يعني بالسياسة وبالأخبار، وتلقاه كي يسمع لشي واحد يحل فمه فيه وبقى الآخر يكذب عليه صافي ياخذ ذاك الشيء، أو تلقاه أن عنده نظرية حقد. أول حاجة اللي كيف يحلل الوضع السياسي ولا أي شيء ما خصوش يحلو بالمنطلق الحقد، لأن ما راك غادي تخاطب واحد الناس، غادي تخاطب فئات. إلا خاطبت شي وحدين ما عندهمش العقل ويصدقوك ويتبعوك، غادي كاين الناس اللي عندهم العقل يتحرك، عقلهم ينشط، يعني يميزون بين الحقيقة وبين التهريج اللي راه يتقال في الإعلام من طرف بعض المهرجين. فلهذا نظرية المسرحية فهي أول حاجة اللي كيقولها، أول حاجة اللي الإنسان اللي راه يقولها ويؤطر الناس فهذاك ما مقتنعش بها، عارف الحقيقة بأنها ماشي مسرحية. وثاني حاجة إلا قلنا مسرحية فهذيك النظرية غادي تلعب بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، غادي تبقى تقتل أهالي غزة وتقول لك هذه مسرحية. حنايا ما قتلناش، هذا الذكاء الاصطناعي، حنايا ما حناش مجوعينهم، هذا هي مجرد الذكاء الاصطناعي. يعني ما تبقاوش تقولوا واحد الكلام اللي هو ينعكس على أهل غزة، وغادي تبقى تستعملوا إسرائيل ضد أهل غزة. هاد النظرية عند العقلاء راه واخا تقولها له راه غادي يبقى يشوف فيك بأنك كذاب، وحتى علاش راك تقولها، راه باين علاش راك تقولها. يعني عمر الكذوب إلا تنتصر به. راك إذا خاطبت واحد ما عندوش العقل وعقله معطل، راك تخاطب فئة كبيرة عندهم العقل ويشوفوا، وغادي تفقد المصداقية نتاعك وتفقد كل شيء. إذا كان إعلام غادي يفقد المصداقية نتاعو، إذا كان محلل سياسي غادي يفقد المصداقية نتاعو، إذا كان شيخ غادي يفقد المصداقية نتاعو ويصبح كذاب. فلهذا هاد التحليلات لا علاقة لها بالواقع، والحقيقة هي أن إيران
تحاربت مع إسرائيل، وأن إسرائيل الناس تشوف فيها شي حاجة كبيرة، وما صدقتش بأن إيران غلبتها وانتصرت، لأن ما عندنا نفسية الانهزام. لو كان عندنا نفسية الانتصار غادي نصدقوا بهذا الانتصار وغادي نقولوا بأن إيران انتصرت. رغم أنك واحد يكون ضد إيران فكريا وداك الشيء، ما حناش على ذاك الجانب، احنا على الجانب واش حتى روسيا مثلا هي أوكرانيا واش عندنا شي علاقة بها؟ لا. ولكن لو كان أوكرانيا غادي تغلب روسيا غادي نقولوا أوكرانيا غلبت روسيا، بعيدا عن الميولات. ولكن الإنسان خصو يكون صادق مع نفسه وصادق في التحليل نتاعو باش ما يبقاش كذاب من درجة فارس.